أحد رواد السينما المصرية، وواحد من أهم الفنانين في عصره. حفظ القرآن الكريم رغم إنه ما كانش مسلم، وفي نهاية حياته أصيب بالشلل، وللأسف الشديد مات قهرا من الجمهور أو بسبب الجمهور. حكاية الفنان بشارة وكيم، تابعوني لنهاية الفيديو. اسمه الحقيقي بشارة يواقيم مش وكيم. ولد بحي الجمالية بالقاهرة في 5 مارس عام 1890. درس في مدرسة الفرير الفرنسية، علشان كده كان بيتقن اللغة الفرنسية من وهو صغير. وبعدين دخل كلية الحقوق وحصل على درجة الليسانس، واشتغل في المحاماة لفترة قصيرة جدا. في يوم من الأيام جات له منحة دراسية لفرنسا، بس للأسف الشديد ما قدرش يسافر. ليه؟ علشان في وقتها قامت الحرب العالمية الثانية. رفضت عيلته ان هو يترك المحاماة وينضم للتمثيل، لدرجة ان في يوم من الايام كان بيأدي دور في مسرحية مع الفنان جورج أبيض، فاضطر ان يحلق شنبه. فرجع البيت، اخوه شافه من غير شنبه، الدنيا قامت وما قعدتش. قال له: انت تخليت عن رمز الرجولة علشان تبقى مشخصاتي؟ وطرده من البيت. في اليوم ده بات في المسرح. عمله في الفن كان سبب انه ما اتجوزش طول حياته. كان خاطب بنت بيحبها جدا، جارته. مجرد ما اشتغل في الفن اهلها طبعا رفضوه وسابته، ما كملتش الخطوبة. بعدها احب الفنانة ماري منيب وتقدم لها، برضه الفنانة ماري منيب رفضته، ودي كانت الصدمة التانية له. من هنا قرر ان هو هيعيش للفن فقط وانه مش هيتجوز. بشارة وكيم كان من اوائل الفنانين اللي اشتغلوا في الفن. بدأ في فيلم برسوم يبحث عن وظيفة، الفيلم ده كان صامت لغاية لما جات له الفرصة. عمل أول بطولة له فيلم لو كنت غني، طبعا كلنا نفتكر الفيلم ده، فيلم جميل جدا. أتقن اللغة العربية بشكل جيد جدا، وكان دايما من وجهة نظره إنه هو رغم إنه كان قبطي يعني مسيحي، لكن قال إن اللي عايز يتقن اللغة العربية ويتكلم اللغة العربية ويفهمها كويس جدا لازم يتقن قراءة القرآن الكريم. فحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، وبكده هو كان بيتقن اللغة العربية. كمان كان بيتقن اللهجة الشامية، كان بيتكلم شامي لدرجة ان الناس كلها افتكرت انه مش مصري. لا يا جماعة، هو مصري وكان من حي الفجالة. لكن اتعلمها ازاي؟ كان في الفترة دي هو دائم الاختلاط، وكان ليه صداقات كتيرة جدا من الشام او الجماعة الشاميين اللي كانوا بيعيشوا في الفجالة في الفترة دي، فاتعلم منهم واتقن اللهجة الشامية منهم. وكمان كان بيسافر كتير للشام، وده السبب اللي كان بيخليه يتكلم باللهجة الشامية كويس جدا، لكن هو في الحقيقة كان مصري أبا عن جد. كان بيحب القراية جدا، وكمان كان بيألف شعر، لدرجة ان الفنان أنور وجدي نصحه او قال له: اكتب ديوان شعري واطبعه وخلي الناس تقراه. قال له: لا، انا بحب ألف الشعر وبقراه لنفسي. كمان كان عنده هواية صيد السمك، وكان دايما بيصاحبه في رحلاته للصيد الفنان عماد حمدي. حكت الفنانة شادية موقف كان بينها وبين الفنان بشارة وكيم في مجلة الكواكب سنة 1945. قالت انها اضطرت انها تعيد مشهد 20 مرة بسببه. المشهد ده كان المفروض ان هي تبكي فيه او تعيط. اداؤه كان بيخليها تضطر انها تضحك ضحك هستيري، علشان كده كانوا كل شوية يعيدوا المشهد، كل شوية يعيدوا المشهد، لغاية لما هو اضطر بقى ان هو يتكلم بطبيعته ويبطل الاداء اللي هو بيعمله علشان المشهد يتصور. وبالفعل تم تصوير المشهد. في يوم من الأيام كان واقف على خشبة المسرح بيأدي دوره في مسرحية الدنيا لما تضحك مع الفنان نجيب الريحاني. أحس بأزمة شديدة صحية، فجأة ارتفع ضغط دمه ومبقاش قادر ياخد نفسه. الفنان نجيب الريحاني نصحه بأنه ما يكملش الدور، أصر وكمل باقي اليوم، وبعدها تم نقله للمستشفى. فالطبيب نصحه بأنه ما يعملش أي مجهود، لكن هو كان متعلق بالمسرح جدا، فطلب من الطبيب بتاعه ان هو يروح المسرح كل يوم، مش هيمثل، هيتفرج بس علشان حالته الصحية تبقى احسن.
وبالفعل الطبيب صرح له، وكان بيروح كل يوم ساعة يقعد يتفرج على المسرح لغاية لما فعلا حالته الصحية تحسنت وبقي أحسن من الأول. للأسف الشديد بعدها أصيب بالشلل، وبرضه رغم إنه كان مريض إلا إنه استمر برضه في المسرح لحد سنة 1949. بعدها اعتزل الفن. المخرج المسرحي سمير خفاجة بيحكي موقف في مذكراته إن هو راح يتفرج على الفنان بشارة وكيم في المسرح. دخل الفنان بشارة وكيم، الجمهور طبعا استقبله استقبال حار جدا لأنه كان له مكانة كبيرة عند الجمهور، وبمجرد ما بدأ يتكلم صوته كان ضعيف جدا، طبعا أثر الشلل وإن فمه كان فيه اعوجاج بسيط، فما قدرش يعلي صوته. مفيش ربع ساعة وتعالت أصوات الجمهور، الصوت حاول إنه يعلي صوته، اتحشرت دموعه أو تحجرت دموعه في عينه، ما قدرش يتكلم، حس إن الدنيا بتلف بيه. أنا أسعدت الجمهور وتحملته ربع قرن، وجمهور ما قدرش يتحملني ربع ساعة، وروح بيته وهو حاسس انه محبط جدا ومكتئب جدا. ومن بعد الموقف ده توفي بعدها بعدة ايام. حتى الصحف وقتها كتبت خبر موته في ملحوظة عابرة بالصحف، يعني ما عملتش ضجة زي الضجة الكبيرة اللي اتعملت اثناء وفاة نجيب الريحاني. وتوفي الفنان بشارة وكيم بعد اشهر من الشلل في عام 1949 عن عمر يناهز 59 عام، وكان في وقتها برضو كان بيستعد لدور جديد في مسرحية جديدة. ودي كانت حكاية الفنان بشارة وكيم، وتصحيح بعض المعلومات الخطأ اللي كانت الناس فاكراها عنه انه هو من الشام، لا هو كان مصري. ودي قصته وحبه للفن وتعلقه بالفن. ودي كانت حكاية النهاردة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتكتب لي في التعليقات رأيك واشتراك لدعم القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.